طيب، بسم الله. بص يا غالي، في الفيديو الاولاني اللي هو الفيديو التعريفي ده قلت لك ان الكمبيوتر بتاعنا بيعرف يعمل كومباريزون، يعني بيعرف يعمل مقارنه، يعني بيعرف يشوف مين اكبر من اصغر من مين يساوي مين، وهكذا. هو بيعرف يعمل ده لوحده. تمام. في الفيديو ده انت مش هتلاقيني اعمل لك موشن كتير، يعني مش هتلاقيني اعمل لك موشن اصلا. انا عايزك في الفيديو ده تفهم في الكود، هفهمك في الكود معايا. تمام. بص، قلنا ان احنا بنعرف نعمل كومباريزون. يعني لو عملت لك دلوقتي انت اكس مثلا، وقلت لك ان اكس ده بيساوي 10 اكبر من 8. تمام. اكيد العشرة اكبر من التمانية. وجيت هنا مثلا قلت له سي اوت اكس. حلو. لو انا جيت عملت هنا رن، فهو هيطلع لي ترو، فهنا هيطلع لي ترو. تمام. طب لو مثلا انا اديته مقارنة غلط، يعني لو جيت عكست دي وخليتها كده العشرة اصغر من التمانية، فهو دلوقتي هيطلع لي فولس. بالظبط. لازم تفهم ان هو بيعرف يعمل اكبر من، وبيعرف يعمل اصغر من، وكمان بيعرف يعمل ايكوال. خد بالك، ايكوال ايكوال غير ايكوال. دي يساوي يساوي اللي هي مقارنة، بشوف هل الرقمين بيساووا بعض ولا لا. لو يساووا بعض بحط ترو، ما يساووش بعض بحط فولس. انما دي بتدي قيمة، انا بدي الاكس قيمة. انت فاهم؟ يعني لو عملت كده ده غلط. اهو لو دوست ران دلوقتي ده غلط. اه، طلع لي ايرور. ايه اكس يساوي 10 يساوي 8؟ انا مش فاهم. انما لو قلت له ايكوال ايكوال اللي هو اكس بتساوي هل 10 بتساوي 8، انا كده بعمل له مقارنة. تمام. لو قلت له هل العشرة دي بتساوي التمانية، فهو هيشوف هل ده صح ولا غلط ويحطها في الاكس. وهنا قال لي فولس، ما بيساويش بعض. طب لو شلنا التمانية وخليناها 10، دوسنا رن مثلا، هيطلع لي ترو. فهمنا ان هو دلوقتي بيعرف يقارن لوحده. تمام. بيعرف يعمل اكبر من او يساوي، واصغر من او يساوي. ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو قلت له هل العشرة دي اكبر من او تساوي، خد بالك تساوي بتبقى في الاخر، ما تحطليش يساوي هنا. تمام. اكبر من او يساوي العشرة، في الحالة ده هيديني ترو، هيطلع لي واحد، عشان العشرة بتساوي العشرة. هو هيشوف هل الرقم ده اكبر من الرقم ده، لو هيطلع ترو، لا طب هل بيساويه، وهكذا. وكمان عندي اصغر من او يساوي، فما لو حطيت اصغر من يساوي فمش هتفرق، هيطلع لي ترو برضه. في يساوي، يعني هما بيساوي بعض دلوقتي. بس لحد دلوقتي انا مش عايزك تعرف الا ده، ان هو بيعرف يقارن. طبعا احنا مش هنتعامل مع المقارنه ان احنا نحطها جوه variables، لا احنا قدام هنفهمها اكتر وهنعمل عليها if condition، اللي هو الشرط. انت بتتعلم المقارنه دلوقتي عشان تفهم الاف كونديشن قدام. تمام. بس كده.